هجوم فالكو على كابتن محمود ما كانش سهل، ده لان كابتن محمود فاهم بيعمل ايه مع الكلب كويس، ولكن لو انت شخص ما عندكش خبره ايه اللي هيتم؟ زي ما انتوا شايفين كده بيحاول يعض الليش وبيحاول يهجم عليه، ولكن كابتن محمود كان بيحجمه كويس جدا عشان ما يقدرش ان هو يمسك فيه ويعضه. فالكو كلب جيرمان عنده 3 سنين وكان بيهجم على اي حد بيتحرك او اي حد بيتعامل معاه، وفي الحاله اللي زي دي بيبقى السبب فيها ان صاحب الكلب ما بياخدش موقف مع الكلب، وده بيخلي الكلب ثقته بنفسه بتزيد، وتجاربه مع هجومه مع الناس بتبقى بتخلي الكلب زي ما انتم شايفين آلة مدمرة. ولكن الحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف، وكابتن محمود زي ما انتم شايفين كده ابتدى يديله الاوردرات بتاعته. اي نعم كان بيعافر شويه، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى بيحاول يغدر بيه، ولكن الحمد لله ثبات الانفعالي اللي عند كابتن محمود خلى الكلب فاهم ان الموضوع ما فيهوش اي هزار، ولازم كده كده لازم ينفذ. طبعا الكوريكشن اللي الكلب بيبقى بياخده ده بسبب ان هو يفهمه ان انا بقدر افرض سيطرتي عليك، وبالتالي الكلب بيبتدي ان هو يخضع للاوامر بتاعه الكابتن. فكان طبيعي ان الكلب في البدايه يبقى بالمنظر ده، وبعد كده يتنقل من المنظر ده لان هو يبتدي انه يسمع الكلام. انا كنت هنا مش مجمع لكم حلقه واحده او حلقتين، لا ده انا كنت مصور لكم بيفور وافتر، يعني دي مثلا كانت اول حصه واخر حصه احنا مصورينها، والكلب الحمد لله وصل ان هو بقى اوف ليش في الشارع، وده هتشوفوه في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده وصلنا لنقطه ان كابتن محمود في الاخر خالص هيقوم سايب الليش على الارض بعد ما يدي للكلب الاوردر، ويبتدي يشرح لاصحابه ايه المشاكل اللي كانت موجوده عند الكلب، وده لان اصحابه ما كانوش بيعملوا كنترول على الكلب اطلاقا. وزي ما انتم شايفين كده بقى بيلف حواليه، وبالتالي بعد ما لقى ان الكلب بقى كويس ابتدى ان هو في اخر حصه ابتدى ان هو يشتغل على ان هو يبقى اوف ليش، وده صاحب الكلب ابتدى يكسر اتجاهاته. وقلنا قبل كده ان موضوع كسر الاتجاهات يمين وشمال مهم جدا، لان بيخلي الكلب ان هو يوصل لمرحله الكنترول الجامده جدا، وما يبقاش بيركز مع اي حد غير صاحبه وبس، وان هو ما يبقاش بيبقى اللي رايح واللي جاي غريزه الحراسه شغال عليه. اتمنى منكم ان انتوا تكونوا استفدتوا، ان شافوا وتقولوا ان شفتوا، وتجمدوا وتقولوا جمدتوا، وتتابعوا الفيديوهات والاكسبلور. شكرا.